أبي عبد الله جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. بعد واحد يترك كل شيء، يترك بيته، يترك أمواله، يترك أولاده، يترك عائلته، 70 عام بنى علاقات اجتماعية كلها لازم يتركها، هذا جدا مؤثر في النفس. فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. إذا أبو رحيم، أبو عنده شفقة، أحيانا شفقة الأب تكون بحد اللي لو دار أمره بين أن يتمرض ابنه أو هو يتمرض يختار أنه هو يتمرض. المصيبة تصيب ابنه أو تصيب نفسه، من شدة رحمته يختار له أن المصيبة تصيبه ولا تصيب ابنه. إذا المصيبة أصابت ابنه يتأثر أكثر مما لو أصابته، هو يتحامل على نفسه، ولكن إذا الابن أو البنت أصيبت بمصيبة يتأثر أكثر من ذلك. هذا الوالد الرحيم أو الأم الرحيمة. ملك الموت يقول أنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. والوالد حفظه الله يرى أن كلمة الوالد تشمل الوالد والوالدة. في الروايات في بعض المواقع ذاكر هذه الكلمة من الفقه. الوالد يعني من ولدك، من ولدك يشمل الوالد والوالدة، فلعل هذه العبارة تشمل الوالدين، ولذلك نقول والدان. افتح عينك فانظر. قال ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، كلهم يحضرون عنده أو يمثلون له، فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. واحد يختار هؤلاء الرفقاء اللي في الدنيا أو يختار تلك الرفقة. قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية في الثواب، فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته وادخلي جنتي. فما من شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي. هذا أحب شيء.